ابويا مات. بتهزر بجد؟ ايه ده؟ نفق؟ دفة الانجليزي في العيش. معي معتزل. أهلا نخر صحوة انحطاط وتدني أخلاق. صباح الخير يا حبيبتي. كويس، الفطار جاهز اهو. افطر وانزل بسرعه بقى عشان عندي شغل. علي، هو انت مش هتغير طريقتك البيئة دي؟ طريقه البيئه؟ فين بقى طريقه البيئه دي؟ انت بتتكلم كأنك دكتور ولا مهندس من الطبقة المتوسطة. ودول بالنسبه لك بيئه؟ انت ناقص بس بطريقتك دي طبق الفول يبقى على يمينك وقرصين الطعمية والجبنة التلاجة شمالك وتغمس وتاكل. اغمس واكل. المفروض يا علي الصبح. لا 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 لا، سيبك من المفروض دلوقتي خالص، خلينا في المؤكد. مؤكد؟ المؤكد ان عمري ما هكون قد المقام، ومهما عملت هتفضلي تقرفيني بالكلام. سلام يا مدام. مدام اكني متجوزة سواق تاكسي. اف. الرقم ده تالت مرة يرن عليا حالا. مين ده؟ أنا مش مسجله أصلا. ألو؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا فندم، هو ده مش موبايل استاذ علي؟ أيوة أنا يا فندم، في حاجة؟ الحقيقه انا اسف جدا اني ابلغ حضرتك ان والدك توفى من ساعتين. أبويا مات؟ البقاء لله يا فندم، احنا بس كنا عايزين حضرتك تيجي علشان نخلص اجراءات الدفن. أبويا مات؟ احنا عرفنا رقم حضرتك من موبايل المرحوم، كان مسجله باسم ابن علي العاق. نعم. هو يا فندم اللي كاتبه على موبايله مش انا. لو ممكن بس حضرتك تيجي في اسرع وقت على بيت والدك القديم علشان... الو؟ ايوه يا فاضل. بتهزر بجد؟ مش ممكن، السهم عيني جامد كده. انا مش مصدقه نفسي. I'm so happy. سوري يا علي، معلش ما اقصدش، دي مكالمة شغل. ها؟ Yes, I'm really so happy. لا هجيلك كمان شوية عشان بس في مناسبة ساد عند علي، فزي ما بيقولوا كده هعمل الواجب واجيلك. اوكي thank you باي. علي، هو كده خلاص ولا لسه المفروض نقعد شوية تاني؟ لا، أنت كده عملت اللي عليك، تقدري تمشي وأنا شوية وهروح على البيت. طيب تمام، يلا أشوفك على العشاء. باي. بس بليز يا علي حاول تخلص بسرعة، المكان هنا very local and very low standard. ده من حسن حظك على فكرة، لأنهم لو عرفوا معنى كلمة هابي اللي لسه قايلها من دقيقتين دي كانوا قطعوكي حتت. إيه؟ قطعوكي حتت. الله يرحمك يا بابا. اهو شفت، انا مش ابن عاق ولا حاجه، اديني اهو بترحم عليك. شفت ايه بس؟ ما هو مات خلاص. اعمل ايه يا بابا؟ منها لله مراتي هي وابوها غالب بيه، ربنا يغلبه في عيشته زي ما هو مغلبني هو وبنته كده. ايه ده؟ نفق؟ انت كنت بتساعد حماس في غزه ولا ايه يا عم الحاج؟ لا لا، انا مش ناقص مصايب. طب ما أجرب، هو أنا هخسر إيه يعني؟ مين عارف، يمكن كان بينقب عن الآثار وتبقى دي طاقة القدر اتفتحت لك يا وادي علي. الطاقة دي اللي هنفخك بيها يا غالب بيه. يلا بسم الله. ايه ده خارج تتسحب كده ليه يا فندم؟ هي وجالة من غير بواب. بص حضرتك، أنا عارف أنت هتقول عليا إيه، بس أنا والله العظيم مش حرامي. أنا مين قال انك حرامي لا سمح الله يا فندي؟ استغفر الله، احنا ما بنرميش الناس بالباطل ابدا. طيب الحمد لله إني وقعت في إيد ناس طيبين كده بيقدروا الموقف. سلام عليكم. انت نصاب. نصاب؟ ايوه نصاب، لما تمشي من غير ما تدي البت عرقها تبقى نصاب. عرق إيه حضرتك وبنت مين؟ أكيد في سوء تفاهم. أنا أصلي كنت خارج من... شفتك من اوضه البت عدلات. يلا يب بالمعلوم. معلوم؟ ايوه، انت مش قعدت مع عدلات واتبسطت؟ هو انا عمر حد يجي عندي وما اتبسطش يا سي رمعي؟ اتبسطت؟ يا نهار اسود، هو ده بيت سيكو سيكو؟ يا فندي، بيت سيكو سيكو، امال بيت الامه؟ طب وطوا صوتكم طيب، لا يتبلغ عنكم البوليس وتروحوا في 60 داهية. ما يتبلغ البوليس يا حبيبي، احنا ماشيين قانوني ورسمي، والرخصه هي بالممارسه. رخصة بممارسة السيكو سيكو رسمي كده؟ عيني عينك. يعني انتوا ما بيتقبضش عليكم؟ على رأي ويليام نيفر امبوسيبل. يا سلام. ودلوقتي بقى بالمعلوم يا حادق. كده يا حاج، عامل نفق ما بين زمانين عشان تهيص؟ صحيح يا ما تحت الساهي دواهي. بتقول ايه يا فندي؟ لا ابدا. مطلوب كام حضرتك؟ 25. خبر اسود، 25,000 جنيه؟ لا، 25 ساغ. ساغ دي يعني 25 قرش صح؟ طيب اتفضل 20 جنيه اهي، ومش عايز الباقي. سلام عليكم. خد هنا، انت جايب ورقه بلاستيك وتقول لي فلوس؟ بقول لك ايه، انت شكلك كده حلنجي ومش هتتعدل غير لما زفك زفه الانجليزي في العيش. ايه؟ زفه الانجليزي في العشه. لا 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 لا. طب بص، انا ممكن ادفع انستا باي، عندك حساب احولك؟ انستا دي تبقى صاحبتك الخواجايه اللي هتدفع لك، وماله،
بس لحد ما تيجي ست انستا انت هتأنسنا هنا حبة. يلا حطوا ده هنا عقبال ما تيجي انستا، ولو ما جاتش انستا تبقوا تزفوا زفة الانجليزي في العيش. لا لا لا، حضرتك فاهم غلط خالص. انستا دي مش ست، انستا ده برنامج بيحول. انت انستنا قوي يا سي عمر افندي. بلاش اي حاجه فيها انستا يا ست دلال، ابوس ايدك، كفايه اللي حصل لي عند لمعي من تحت راس انستا. انستا مين يا اخويا؟ لا ولا حاجه. اسمعي يا معتزلة، معتزله مين؟ مش حضرتك اسمك دلال ولا هو بيكلم حد ورايا؟ مين الافندي ابو دم خفيف ده؟ هو لا ما تشغلش بالك يا اخويا، طلباتك. بنتك زينات تقعد مع الراجل الانجليزي، يا تطلعوا انتوا الاتنين بره البنسيون بعد ما احجز عليه بالدين اللي عليكم. ثانيه واحده بس، هو الدين اللي عليهم ده كام عشان تتني وتتفرد عليهم كده؟ 800 جنيه هتدفعهم. حضرتك عايزها تقعد مع الضابط الانجليزي بس ولا تقعد في بيته كمان يومين؟ صباح الخير يا هانم. طقس بديع اليوم. أيوة فعلا نهار صحو. أتمنى ما أكونش بضايقك بحديثي العابر ده في الشارع. بصراحة أنا هكون ممنون جدا لو انحطاط وتدني اخلاقي يا برسوم بيه. عندك حق يا عبد الغني افندي يا اخويا. يبقى افندي طويل عريض كده ويقف بكل وقاحه ويقول للست اللي ماشيه قدامه صباح الخير. اخر زمن يا عبد الغني افندي، اللي زي ده جرثومه يجب اجتثاثها من المجتمع قبل ما يتسبب في تعفنه. انت بتقولي يا سي عمر افندي؟ يا زينات انا عارفك انك غبيه لكن ما بتسمعيش، دي جديده. انت راجل عايز تتهزق. وانتي ست عايزه تتعالجي. ايه؟ بس على قلبي زي العسل، بحبك. حلاوتك يا عم الدكتور. ايه ده، مراتي؟ مراته يا دلعادي. ايه ما سمعتيش ولا صحيح؟ ما انتي سمعك تقيل. يا ده العادي، اديكي ردحتي بالبلد يا بنت سلطح بابا. صحيح راجل فالصو. فالصو؟ طب بالسلامة بقى انتي يا أميرة الدهب. وانت فوت قدامي يلا. يعني اروح الاربعينات عشان اهيص على مراتي برضه اتكشف؟ امال الرجاله لما تحب تخون نسوانها تروح فين يا مؤلف انت؟ على القمر؟